السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو بسيط وسهل وجميل وكلنا بنحبه. هو ازاي هنتبل الريش اللي هي اللحمه الضاني، طبعا اللي هو بمعنى اصح الكباب. فهنتبله وهنشيله في قلب في الليزر. لو مش هتعمليه مثلا دلوقتي، تبليه وشيليه في شنطه، قبل ما تيجي تعمليه هتلاقي التتبيله ايه بقت خرافه معاك. فهوريكم انا عملت ازاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعه الريش زي كده، وانت طبعا بتفتحي المسام بتاعتها عشان تشرب من التتبيله باي حاجه عندك، شاكوش، ايد هون، اي حاجه كده تفرجيها زي كده. طبعا انا عملت، بس حبيت اوريكم ايه انا عاملاها ازاي. يعني كده حبايبي، بتفرد معاكي وتبقى ايه المسام بتاعتها مفتحه زي كده. اهي انا عاملاها، بس برضو بوريكم انا عملت فيها ايه. كده يا حبايبي كده. بتعملي زي مساج كده للقطعه. طبعا هي بتبقى مليانه عظم، بس برضو ايه لازم الحركه دي. ماشي، انا عامله الكميه كلها، بعمل كذا قطعه قدامكم عشان يبقى عندكم فكره ازاي. اهي بصوا القطعه زي كده. بعد كده بقى ان شاء الله هتخلصي الكميه اللي عندك وهتعمليها. هتتبليها بايه ان شاء الله. بصي التوابل بتاعتها اهي. كاري، معلقه سكر، 7 بهارات، معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، قرفه، بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل وعود قرفه وفص ماجي. بس هما دول التوابل اللي هنحطها عليها. وبقيه التوابل اللي هي الخضار هو عباره عن ايه: طماطمايه وبصلتين كبار حلوين وايه وليمونه. الليمونه دي برضو ايه بتعمل على يعني ما تخليش اللحمه الضانيه ريحتها فجه قوي، فتحطي ايه نص ليمونه حتى تعصريها عليها اول حاجه دي كده. وبعد كده حبايبي هناخد الخضار ده كله ان شاء الله ونضربه يا اما في الخلاط يا اما في الكبه وايه ونصفيه وناخد الصوص بتاعه بس. وهوريكم هروح اضربه في الخلاط واوريكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي المنظر الخليط اللي انا عملته، اللي هو البصل والطماطم، طماطميه واحده بس، والقرن الفلفل. هنصفيه طبعا، مش هنحط كله كده، هناخد الميه بتاعته بس وهنصفيه على الايه على اللحمه نفسها اهو كده. احنا كده خدنا الصوص بتاع الخضار والبصل، ومش هناخد التفل خالص. وان شاء الله هتاكلي احلى لحمه مشويه او احلى كباب مشوي، يعني ايا كان المسمى بتاعه. بص الصوص ما شاء الله كتير قوي نازل منه. طبعا خلاص كده هنضيف التوابل اللي انا قلت لكم عليها. حتى لو انت مش عايزه تعمليه، برضو قلت لك المره الثانيه اهو، لو مش هتعمليه دلوقتي شيليه في قلب التتبيله دي وهتاكلي من يعني احلى كباب هتاكليه من اللحمه دي. لو عندك كيس دلوقتي ضاني قومي اعمليه وان شاء الله هتحسي بطعم خرافه. اهو كده اهو الصوص بتاعه وفص الماجي احلى من اللي بتجيبيه طبعا من بره. اكيد ما بيعملوش كل التتبيله وكل الحاجات اللي احنا عاملينها دي. وعود القرفه
سيبيه برضو زي ما هو كده، وهو هينزل القرفة هتنزل ريحتها، وكل التوابل برضو هنضيفها زي ما انتوا شايفين. بس كده، واحلى احلى كباب هتاكليه، وريحته طالعه خرافه، جميله جميله جميله. يلا عشان تهيصوا اولادكم وتهنوهم في العيد، كل سنه وانتم طيبين. الله على الريحه، ما بالك بقى لما يقعد في التتبيله دي يوم ولا 2، هيبقى احلى واحلى ان شاء الله. بصوا الجمال، يبقى سهل عليكي تطلعي يا دوبك، بس ايه، يا تشوي في فرن البوتاجاز يا تشوي على الفحم كده يعني. ان شاء الله يبقى احلى كباب تاكليه، وهتحسي بفرق شاسع عن ما بتجيبيه من بره كمان. اهو يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. لو كان عجبكم الطريقه والفيديو، ما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.